بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي أخرج الله به الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. في زمن تكالبت فيه القوى الدولية والنخب المستلبة والأنظمة الوظيفية على طمس هوية هذه الأمة وتجفيف منابع انتمائها، كان لابد من استعادة السردية، كان لابد من إعادة ترتيب المفاهيم وتفكيك الأساطير المؤسسة للعلمنة القسرية ولنظام الهيمنة الثقافية. ويأتي كتاب النسق الثقافي التونسي كمحاولة لفك شفرة الصراع التاريخي بين الهوية الإسلامية الأصيلة ومشاريع التغريب التي قادها الاستعمار قديما وحديثا. استعرضنا جذور النسق منذ الفتح الإسلامي، حيث تشكلت الشخصية الثقافية عبر تفاعل خلاق بين الإسلام والمكون المحلي لتنتج خصوصية مغاربية بفضل المؤسسات، بخاصة الزيتونة التي استطاعت الحفاظ على الإسلام كمرجعية جامعة. لكن الاستعمار الفرنسي جاء لكي يفجر هذا النسق عبر ثنائيات مزعزعة من قبيل عربي فرنسي تراث علمنة تغريب وما إلى ذلك، وهو ما خلق في النهاية انفصاما هوويا. هذا الانفصام تعمق بعد الاستقلال عبر سياسات فوقية كرست ذلك التصدي الهووي والتوتر الهووي، وقسم المجتمع إلى متفرنس أو متغرب يحاكي الغرب أو يقلد الغرب، ومحافظ يحاول الحفاظ على الذاكرة الجمعية. هذا الكتاب لا يكتفي بنقد الواقع، بل يطرح مشروعا لإعادة تشكيل النسق الثقافي التونسي على أسس إسلامية جذرية عبر تحرير العقل المسلم من الاستعمار الفكري ومواجهة العولمة كتهديد والاستفادة منها كفرصة. وطبعا الغاية الأساسية هي إقامة دولة الإسلام، دولة الإسلام التي تجسد العدل الشرعي مع الاستفادة من الديناميكيات الدولية الجديدة كصعود الصين. هذا الكتاب ليس أكاديميا خالصا ولا فكريا محضا، بالحقيقة هو شيء من هذا وذاك. نستطيع أن نقول أن هذا الكتاب هو دراسة نقدية تحليلية ذات بعد أكاديمي. من حيث التسلسل انطلقنا من التأسيس النظري ثم السياق التاريخي وصولا إلى التحديات الحديثة والقضايا الإيديولوجية والنقدية، مع رؤية استشرافية ومنهج يجمع بين الاستقراء والاستنباط. الكتاب يتكون من 6 فصول إضافة إلى مدخل تأسيسي عام حاولنا المفاصلة فيه بين النسق الثقافي أو بين النسق والشخصية القاعدية. هذا هو تقريبا الكتاب بشكل مجمل. نعم، بارك الله فيك على هذا التوضيح. أستاذ صابر، أنت تحدثت يمكن نوعا ما على الدوافع، لكن ما الدافع الأساسي الذي جعلك تكتب هذا الكتاب؟ وما هي الرسالة التي ترغب في إيصالها للقارئ التونسي والعربي من خلال هذا الإصدار؟ هو الدافع الأساسي في كتابة هذا الكتاب هو إعادة التفكير في النسق الثقافي التونسي وفي عوامل تشكله وفي التفاعلات التي خلقتها العولمة وهذه اللحظة الكونية الرقمية. وما أردت أن يصل إلى القارئ أساسا هو ضرورة العمل على إقامة الدولة الإسلامية باعتبارها أفقا نضاليا طبيعيا لأي مسلم طبيعي. أريد للقارئ أيضا أن يخرج بقدرة أكبر على التفكيك النقدي للسرديات المهيمنة وبفهم أعمق للعوامل التي ساهمت في تشكيل الشخصية الثقافية التونسية أو الثقافة المحلية التونسية. هذه هي الدوافع الرئيسية. ثم ربما هناك أيضا دافع أساسي وهو دافع فكري نظري وربما منهجي يتعلق باستخدام النسق الثقافي كأداة للتحليل. لم أتعامل مع النسق الثقافي باعتباره مجرد انعكاس الهوية، بل كأداة تحليلية أتجاوز بها الشخصية القاعدية. في الحقيقة معظم الدراسات التي تناولت الهوية ركزت على الشخصية القاعدية كأداة التحليل، كيف صار التونسيون تونسيين للهادي التيمومي أو الشخصية التونسية للراحل منصف والناس. فأردت أن أقوم بين قوسين بفتح معرفي أو فتح منهجي يتعلق بالمرور بالتحول من الشخصية القاعدية
كزاوية نظر إلى النسق الثقافي كأداة للتفكيك. نعم. السيد علي العريض، جدلا كبيرا، ما الفكرة الرئيسية التي كنت ترغب في توضيحها من خلال هذا المقال؟ وهل تعتقد أن توقيت نشره كان مناسبا؟ حاولت في ذلك المقال ممارسة الإنصاف المعرفي تجاه المظلومين الذين لا صوت لهم. لا شك أن علي العريض هو الآن مظلوم، ومن الطبيعي أن يتعاطف معه، لكن علينا لا ننسى أنه كان في يوم من الأيام في موقع الظالم عندما أدار وزارة الداخلية بمنطق الدولة العميقة وبأدوات الإقصاء والتهميش، خصوصا تجاه التيارات الدينية غير المنضبطة للنسق الرسمي. لذلك استخدمنا مفهوم اللامرء البنيوي، وذلك للإشارة إلى أولئك الذين حرموا من التنقل ومن العمل ومن الكرامة في نهاية الأمر، ليس لأنهم مجرمون، بل لأنهم لم يخضعوا ولم ينضبطوا للنمط الديني الرسمي. وبالتالي تم تهميشهم، تم استبعادهم من المشهد، ليس سياسيا فقط بل حتى معرفيا ورمزيا. فهذا المقال في النهاية هو محاولة بسيطة، محاولة متواضعة لإعادة الاعتبار المعرفي والرمزي لهؤلاء. بالنسبة إلى التوقيت، أنا ضد منطق التذرع بالظرفية لمنع المكاشفة والمساءلة والمحاسبة المعرفية الأخلاقية. فهذا المنطق في الحقيقة يجمد المراجعة الأخلاقية والمعرفية باسم حرارة اللحظة. ما فماش وقت محدد للإنصاف، كل وقت هو وقت مناسب للإنصاف في نهاية الأمر. وكما فما عشرات المضطهدين من حركة النهضة اليوم، فما مئات من الناس اللي يعانيوا من الاستساد إلى اليوم. وبالتالي يجب أن نحاول مسك العصا من الوسط وعدم التورط في الافتئات على فئة دون أخرى. نعم. ألا ترى أستاذ صبر في نفس هذا السؤال، يعني ألا ترى أن المهندس علي العريض بسبب يعني نقص الخبرة في ما يخص مثلا إدارة وزارة بحجم وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة، أن نلتمس له الأعذار في ذلك الوقت، خاصة وأن في تلك الوقت كما تتذكر يعني بداية الربيع العربي واندلاع الثورة في مصر وأيضا في سوريا، وكل تلك المؤامرات سواء كانت الإقليمية أو الدولية على هذه الثورات. ألا ترى أنه من الأفضل أن نلتمس له الأعذار في هذه النقطة أم لا؟ وبداية إذا كان علي العريض يستشعر في نفسه عدم القدرة على إدارة وزارة الداخلية، كان عليه أن يعتذر عن تسلم المنصب أساسا، هذا بداية. وطبعا لا نستطيع أن ننكر حرج اللحظة وطبيعة السياق الملتهب في تلك الفترة، لكن الإشكال مع علي العريض في تعامله مع تلك الفترة هو استدعائه لبعض المواقف والقرارات مثل حكاية الاستساد بمنطق تثميني. هو يثمن تلك الخطوة، هو يفتخر بها، لم يقل مثلا إنها كانت شرا لابد منه أو اضطررنا للأسف أن نعمل كذا كذا، ولكننا استفدنا منها في بعض الأمور أو من بعض الزوايا. مثلا يعني لم يقدم مقاربة احترازية، بل افتخر بذلك، وسمعت حتى أنه افتخر بالحكاية دي حتى في رحاب المحكمة في المحكمة. وبالتالي هذا في الحقيقة اختير وراه ظلم للناس اللي اضطهدوا من قبل علي العريض ومن الدولة. في نهاية الأمر هي سياسة الدولة اللي خذت الناس يعني بالجملة والتفصيل، لم يفصلوا بالحقيقة، ما مشاوش إلى الحالات بعينها، لم تعاملوا مع حالات بل تعاملوا مع التيار بمنطق استهداف جماعي، إبادة جماعية معرفية اعتبرتها شخصيا، إبادة معرفية سياسية أخلاقية لفئة من الناس لم يخضعوا لسلطان نمط ديني رسمي ترعاه الدولة. نعم. هذا هو يعني. نعم، واضح أستاذ صابر، بارك الله فيك على هذا التوضيح. أستاذ صابر، ما زلنا في هذه النقطة. هو المثير للجدل أنه ردات الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك المقال، خاصة من غير المنتسبين إلى التيارات المحافظة أو التيارات الإسلامية، وكانت يعني
للأسف وكالعادة، وهذا يعني مخيب للظن، أن النخبة السياسية أو النخبة الثقافية اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي لم تتناول الفكرة، بل تناولت شخصك، يعني شخصك، يعني في شخصيتك وفي بالضبط. في كينونتك كمواطن تونسي، وتم شخصنة الموضوع معك أستاذ صابر، وشاهدنا بعض الكلمات الخطيرة ك داعشي وتكفيري وسلفي وما إلى ذلك. ما ردك على هؤلاء أستاذ صابر؟ اي ودعشوش. ودحشوش، نعم. أنا حسنتها شوية، تفضل. اي هما انحرفوا عن نقطة البحث في التدوينة، عن مدار البحث في التدوينة، وانزحوا إلى خطاب بوليسي. هي في الحقيقة تلك المقالات التي تناولتني بالثلب والوصم البوليسي بالسلفية التكفيرية والداعشية وما إلى ذلك، هي في الحقيقة تقارير بوليسية وليست نصوصا تحليلية أو تفكيكية. انا في الحقيقه مشكلتي مع الجماعه ذوما، اول حاجه قولوني ما لم اقله. قالوا اني دافعت عن انصار الشريعه، وانا لم اتحدث اصلا عن انصار الشريعه في المقال. ما تلقاش كلمه انصار الشريعه بكل، ولما احاول الدفاع عنها لا تصريحا ولا بشكل ضمني، يعني لم اقترب من هذا المدخل ابدا. ومع ذلك كنت تهمت باني ادافع عن انصار الشريعه واني ادافع عن الارهاب. الحقيقه راهو الحاجه اللي ما يعرفوهاش العباد في رايي الاصيل في الحقيقه ومش جديد علي، اني نعتبر التطرف والعلمانيه وجهان لعمله واحده، ورغم ما يبدون عليه من تناقض وتضاد مطلق، لكن في الحقيقه يؤديان دورا تكامليا. يجي المتنطع الديني العنفي يمارس عنفه فيشوه صوره الاسلام ويشوه فكره حضور الدين في الفضاء العام، ثم يتم استدعاء العلمانيه كمنقذ، كحل سحري يتحقق من خلاله الامن والامان والتقدم والرفاه. ففي النهايه المتنطع الديني المتطرف هو الظهير عملي العلماني. هذا هو رايي الاصيل، كان وما زال ولن اغيره باذن الله. نعم، هذا بارك الله. هو. شكرا على هذا يعني رفضي للتطرف ليس رفضا امنيا او بدافع الاحتراز الامني، لا، هو دافع، هو راي مؤصل عندي معرفيا ونظريا ومحيل سياسيا. نعم، نعم، نعم. ونرجو من النخبة أن ترتقي وتتناول الفكرة وتبتعد عن من كتب ذلك المقال أو ذكر ذلك المقال، أن يتناولوا الفكرة كفكرة. نعم، هذه هي الرسالة. نعم. الناس اللي هاجموني على المقال هذاك صنفان: صنف المتعصبين الحزبيين، مه. وصنف اخر عندي اختلاف معهم ايديولوجي، مه. وبالتالي انتهزوا الفرصه، جو فرصه لسحلي تحت تصفيق الفيراج نتاع حركه النهضه. هذا هو بكل بساطه. نعم، تحت تصفيق الفيراجين، يعني تحت تصفيق الجمهورين، جمهور بالضبط. العلمانيين وجمهور. صحيح بالضبط. نعم، 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 واضح. وجدت نفسي بين فكي كماشه. نعم، نعم، وجدت نفسي بين فكي كماشه في الحقيقه، نعم، كماشه التعصب الاعمى. نعم، واضح أستاذ صابر. كيف ترد على من يقول إن هذه المواضيع قد تم تجاوزها، وأن الصراع الحقيقي اليوم هو صراع اقتصادي وتنموي أكثر من كونه إيديولوجيا؟ الحقيقه هو الصراع الحقيقي هو صراع الهويه، ولا يلهوننا الا بغيره. هم يقولوا يلهوا فينا بالصراعات بالهويه ومسائل الهويه، انا نرى العكس تماما. الصراع الحقيقي هو صراع الهويه، ولا يلهوننا الا بغير هذه المباحث التاسيسيه التاصيليه الاساسيه. انا ما نراش انفصال بين الاقتصادي التنموي وبين الصراع الايديولوجي. راهو السؤال الهويه هو اللي يخلينا نعرفوا ذاتنا، احنا شكون، وين ماشيين، شكون اعدائنا، كيفاش نوزعوا الثروه. ففي الحقيقه من يملك تعريف الحق يملك توزيع الرغيف. نعطيك مثال بسيط في التداخل الاقتصادي والهوي. في فرنسا مثلا، ضواحي باريس الذي يسكنها المهاجرون المسلمون يعانون من التهميش والاقصاء والتفقير وغياب الاستثمار. علاش؟ خاطرهم مختلفين ثقافيا ودينيا عن النموذج اللايكي الفرنسي. شفت كيفاش انا الحضور الثقافي في مساله تبدو اقتصاديه واجتماعيه فقط. يعني في الحقيقه راهو مساله قتل الايديولوجيا هذه وموت الايديولوجيات هذا غير صحيح. نحن اليوم بالعكس نشهد عصر صحوه ايديولوجيه. علاش؟ بفعل الازمات المتلاحقه اللي تعاني منها الراسماليه والليبراليه وحتى العلمانيه والديمقراطيه. راهو هذه الازمات هي اللي تحفز وتستثير نوازع الادلجه
راهو صحيح، راهو الايديولوجيات الكبرى تراجعت، هذا ما ننكروش، خاصه الشيوعيه وما الى ذلك والاشتراكيه. لكن فما زاد ايديولوجيات صاعده كما الايديولوجيا الاسلاميه او الاسلامويه، الاسلام السياسي، ما يسمى الاسلام السياسي، وكما حتى الايديولوجيات البيئه والاستدامه. الناس تو يحكيوا عن الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر في النهايه هو ايديولوجيا، مش اقتصاد فقط، هو اقتصاد من منطلق ايديولوجي، من منطلق زاويه ايديولوجيه. هو راهو هذا التهميش الايديولوجي هو تهميش سطحي، خاطر راهو النظريات الكبرى اللي ظهرت، نظريه مثلا انسدام الحضارات سامويل هانتنجتون، نظريه نهايه التاريخ، مش مش نظريات ايديولوجيه، هي في قلب الايديولوجيا. القوميه الاوراسيه في روسيا في قلب الايديولوجيا. الصراع الروسي الاوكراني فيه نزعه ايديولوجيه دينيه واضحه. الصراع الكبير الفلسطيني الاسرائيلي او الصهيوني، الدين حاضر فيه بقوه، وبالتالي راهو تهميش المنزع الايديولوجي والنوازع الايديولوجيه في الحقيقه تهميش خطير. وفي النهايه راهو قتل الايديولوجيا هو مشروع استعماري ناعم لقتل مرجعيات المقاومه والصمود لدى الشعوب. الايديولوجيا نتنفسها في الحقيقه، لا نراها لكننا نتنفسها. راهو انت كي تجي تقول لي خلينا من المباحث الايديولوجيه وخلينا نركزوا على الاقتصاد، هذا نفسه طرح ايديولوجي راس مالي، فهمني؟ يعني لا يمكن في الحقيقه مضادة الطرح الايديولوجي الا بطرح ايديولوجي مقابل. نعم واضح استاذ صابر. حتى في تونس، سامحني بالله يا اخوي وسام، نعم. حتى في تونس تهميش المناطق غير الساحليه. صحيح طبعا هناك دوافع موضوعيه اقتصاديه تتعلق بالبحر والاقتصاد والتجاره وما الى ذلك، لكن ايضا هناك دافع ثقافي. ما يحبوش يقدموا المناطق غير الساحليه المحافظه بين قوسين ويصدروها كدوله يعني تعبر او تعكس صوره تونس. هي في الحقيقه ما تنجمش تعكس صوره الدوله الحديثه. المناطق هذه ما تعكس صوره الدوله الحديثه، اللي يعكس صوره الدوله الحديثه هو الانفتاح. الدوله الحديثه تميل الى الانحياز الى بين قوسين الانفتاح، بمعنى الى التحرر او التحلل الاخلاقي. نعم واضح استاذ صابر، شكرا على هذه الاجابه وهذا التوضيح. استاذ صابر، انه راهو الاشكال الاساسي مع الديمقراطيه هو مع اساسها الفلسفي المرجع. النظام الديمقراطي يقدس الانسان ويحتفي بقدره الانسان على التشريع، بل انه حتى في القانون تو يقول لك المشرع منزه من العبث. ثم قاعده قانونيه شهيره يقول لك المشرع منزه عن العبث، بمعنى انه المشرع يقصد المشرع الوضعي، المشرع البشري. كي يحط قانون اكيد عنده ما يقصد، عنده حاجه، عنده حكمه ما. يعني البشر ولا اله في نهايه الامر. في الحقيقه هو صحيح هو المشرع منزه عن العبث، لكن المشرع الهي دون غيره. الله في الحقيقه هو من يمتلك الحق الحصري في انشاء الخطاب التشريعي الملزم. ثم انه نعرف كل انه الحق في القانون او في النظام الديمقراطي هو ما تقرره الاغلبيه. في النظام السياسي الاسلامي الحق هو ما يقرره الشرع، ولا يستطلع راي الناس الا في امور يجوز استطلاعهم فيها. في النهايه النظام الديمقراطي ايضا هو نظام علماني بالضروره. مش صحيح انه لذلك الفصل بين الديمقراطيه والعلمانيه يعني فصل مغالطه، خاطر هو الفصل بين الدين والدولة هو امتداد لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تتبناه الديمقراطية. علاش؟ لأن القرار السياسي كيف يصدر في النظام الديمقراطي؟ من قبل الأغلبية، على الأقل نظريا يعني من قبل الأغلبية، بعيدا عن كل إملاء خارجي. ركز على بعيدا عن كل إملاء خارجي. شو معنى إملاء خارجي؟ بمعنى بما في ذلك الإملاء الديني. وبالتالي هو نظام لا ديني بالضرورة، هو نظام علماني بالضرورة. بالنسبه للناس اللي تحدث عن اسلامه الديمقراطيه والديمقراطيه الاسلاميه وما الى ذلك، راهو حكم الاغلبيه في الفكر الديمقراطي الليبرالي لا يحده الا حدان اثنان. اولا احترام حقوق الاقليات واحترام حريه الافراد. فاذا حاولنا تقييد هذا الحكم، حكم الاغلبيه، بقطعيات الدين مثلا، نكون قد قضينا على جوهر الديمقراطيه، وبالتالي لا تلاقي بين الديمقراطيه والاسلام. نعم واضح بارك الله فيك. التي تطرح اليوم هي معارك نخب لا تهم المواطن التونسي العادي، كيف ترد على هذا الطرح؟ هو صحيح أن السجالات الهوية
هي سجالات نخبوية، سجالات تدور في الأوساط الثقافية والأكاديمية، لكن من غير الدقيق أن نقول إنها سجالات لا تهم عموم الناس. الناس يتأثرون بسجالات الهوية حتى لو لم يشاركوا فيها بطريقة مباشرة. النقاشات الهوية تبدأ من النخب، لكنها تتسرب إلى مسام المجتمع من خلال السياسات والقرارات والقوانين والمؤسسات. نعطيك مثال، مثلا قضية المساواة في الإرث هي قضية هوية في نهاية الأمر. نعم. ورينا الناس، حتى ناس ما تعرفش تقرا وتكتب خرجت الظاهر ضد هذا مشروع القانون هذا، وبالتالي شفت كيفاش القضيه الهويه تهم عوام الناس حتى لو كانوا جهله او اميين. حاجه اخرى مثلا تحديد لباس معين في المدارس، هذه قضيه هويه صميمه، كي نمنع كان من ارتداء الحجاب، او حتى نمنع مثلا انك نمنع الطفله تلبس القصير. هذه قضيه هويه تهم الناس، تهم جميع الناس في نهايه الامر. وبالتالي القضايا الهويه هي قضايا شعبيه بامتياز. صحيح هي في مستوى النقاش وفي مستوى التفكيك هي عندها ناس، فما ناس اللي يفكوها ويحددون المفاهيم ويضعون الاطر التي نتحرك فيها، لكن في النهايه الانسان العامي او المواطن العادي يتاثر بشكل مباشر وصميم بالقضيه الهويه. بقدر ما أدعو إلى تجنب التكرار أو تجنب التقليد الأعمى، أدعو كذلك إلى تجنب القطيعة العمياء. الأمم لا تبنى على التكرار الخانع ولا على التمرد الجاحد. علينا أن نزن الأمور بمعيار العقل ثانيا وبمقياس الوحي أولا، لنعرف ما يستحق أن يستبقى وما يجب أن يتجاوز. نعم. بارك الله فيك. بارك